ورحمة الله وبركاته. الأربع فيديوهات اللي فاتوا كنا بنتكلم على التقليد. كنا بنتكلم على تقليد الأصوات وتقليد الحركات مع الأصوات. جات لنا استفسارات كتير عن التقليد. إيه هو التقليد؟ التقليد مهارة كبيرة من مهارات ما قبل اللغة، ومهارة مهمة عشان الطفل يتكلم. التقليد كل البرامج فيها تقليد. هتلاقي لوفاس فيه تقليد، ايبلز فيه تقليد، بورتج فيه تقليد، منتسوري فيه تقليد، كل البرامج فيها تقليد. تمام؟ عشان الطفل يتكلم لازم اعلمه يقلد. وده مثال على مهارات التقليد. ازيك يا دوما؟ عامل ايه؟ هنجيب دلوقتي مجموعة مهارات بالتقليد عشان الأمهات تشوفنا ويبدأوا يدربوا الطفل على التقليد في البيت. خد يا دوما شطور. اعمل زيي، اعمل زيي، اعمل زيي. أشطر ولد يا دوما، برافو عليك. كل ماما. هعملها 10 مرات. اعمل زيي. في ناس تانية بتقول اعمل كده. تمام؟ في ناس تانية بتقول سقف، بس هو الهدف الأساسي إن الطفل يقلد. اعمل زي يا دوما، يلا اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي يا دوما، اعمل زي كده يا دوما شاطر، اعمل زي، اعمل زي، أشطر ولد. طبعا هجيبها 10 مرات. اعمل زي ايدك الاثنين، اعمل زي، أشطر ولد يا دوما. اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، شاطر يا دوما. اعمل زي، اعمل زي كده يا دوما. اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، شاطر يا دوما، اشطر ولد. اعمل زي، اعمل زي، اشطر ولد يا دوما. اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي كده يا دوما. ايوه كده. اعمل زي، 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 اشطر ولد يا دوما، برافو عليك. اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي يا دوما، اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي يا دوما، اعمل زي، اعمل زي يا دوما، اشطر ولد. اعمل زي، اعمل زي، اعمل زي، لا اعمل زي، اعمل زي. ارفع ايدك يا دوما كده، اعمل ايدك كده، اعمل ايدك كده زيي. اعمل كده بقى، اعمل زي بصباعي، اعمل. اشطر ولد يا دوما، برافو عليك. اعمل زي. طبعا الحركه اللي الطفل مش عارفها ممكن اخلي شادو يقعد وراه ويساعده اللي هو يعمل الحركه، ومع المعزز ان انا بعزز الطفل مع كل حركه هتلاقي الطفل بدا يجيبها. في زميله برضه في الفيديوهات السابقه قالت ايه؟ قالت الطفل ما بيقلدش خالص، ممكن اخليه يعمل هو اي حركه وانا اقلد الحركه بتاعته فيقلدني، فاقلد الحركه بتاعته فيقلدني، فيبدا الطفل يقلد. مش مهم الطريقه اللي اتعلم بيها الطفل التقليد، المهم في الاخر ان الطفل يقلد. معانا بقى احنا عملنا حوالي 10 حركات، معانا حركات التقليد حوالي 55 حركه. هنقلد ال 55 حركه، كل حركه 10 مرات مع التعزيز المستمر. هتبص تلاقي الطفل بقى يقلد. اول ما الطفل يقلد معاك ابدا دربه يقلد معاك الحركات الفميه. تمام؟ اهو. اعمل زي قول طبعا مش لازم الطفل يجيب صوت في الاول، ممكن يبقى صعب عليه، لكن مع التكرار ومع التقليد ومع التعزيز هيجيب. حركات فميه بقى، هات الحركات الفميه كلها، حركات باللسان، حركات النفخ، حركات الشفط، حركات التقبيل، الى اخر حركات التقليد الفميه. طيب بعد تقليد الحركات الفميه وهنعمل لها فيديو لوحدها، ابدا بقى علمه يقلد الاصوات اللي احنا عملنا فيها فيديوهات قبل كده وهنعمل لها فيديوهات تاني. ديت مهاره التقليد. استنونا الفيديو اللي جاي هنتعلم مهاره جديده ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.